انا نادي القرن وبعلنها، هاتوا فرقة ما كسرتش عينها، انا ملك التسعين والكيف في الملعب اقصى مبينها. مساء الخير، مساء الخير على شعب الاهلي العظيم في اي مكان في الدنيا. معاكم عماد سعد في برنامجكم كبسولة العمدة. الحلقة تحمل رقم 71، حلقة يوم الثلاث، ولكن بشكل استثنائي النهاردة يوم الاربعاء، عشان امبارح كان في القرعة وكان في مباراة كاس مصر، فقلنا نرحل الحلقة بشكل استثنائي، حلقة الثلاث نخليها يوم الاربعاء. طبعا قبل ما نتعرف على موضوعات حلقتنا النهارده، قبل ما نتكلم في اي حاجه، بنهني كل جموع شعب مصر بحلول شهر رمضان الكريم ان شاء الله بكره الخميس. شهر كريم وكله خير وبركه ونعمه على الناس كلها. كل سنه وانتم طيبين لكل شعب مصر بكل اطيافه وكل فئاته، مسلمين ومسيحيين. ده شهر كله خير وبركه وتلاحم بين كل عنصري الامه. ويا رب زي ما قلت في عيد الميلاد المجيد، يا رب نعيد كل أعيادنا مع بعض زي ما عشنا طول عمرنا مع بعض. بتمر علينا كل المناسبات بنفرح لفرح بعض وبنهني بعض وبنعيش كل الأجواء مع بعض في تلاحم مش هنلاقيه غير موجود في مصرنا الحبيبة. كل سنة وانتم طيبين لجموع شعب مصر لحلول شهر رمضان المبارك غدا الخميس إن شاء الله. ودلوقتي لا طبعا دباجة البداية الطبيعية اللي متعودين عليها، ما ينفعش نتعرف على موضوعات حلقتنا النهاردة قبل ما نشكر كل جمهورنا الكريم وكل متابعينا الأحباء اللي بيدعمونا وبيتفاعلوا معنا في كل حلقاتنا اللي فاتت. وإن كنت ما زلت بطلب منكم برضو يا كل أصدقائنا وحبايبنا الأهلاوية دعم أكتر وأكتر. يعني كل أهلاوي جميل بيتفرج علينا أتمنى فضل منكم بالتأكيد وليس أمر مني إنه ما يبخلش علينا باللايك. اللايك مهم جدا لأنه بيثبت الحلقة على منصة اليوتيوب. اللي اتفرج علينا قبل كده أو لسه هيتفرج علينا لأول مرة في حلقة النهاردة، أتمنى إنه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان توصلوا إشعارات الحلقة بتاعتنا كل حد وثلاث وخميس الساعة 5 مساء. واتمنى من كل قلبي بالتاكيد بعد نهايه حلقه النهارده او نهايه اي حلقه بنقدمها لكم ان هي تنال احترامكم قبل ما تنال اعجابكم. وده يخليكم ان انتم تشيروها لنا على كل منصاتكم الرسميه علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الاهلاويه. وقناتنا المتواضعه دي كبسوله العمده يا رب ان شاء الله تكبر وتكبر بعد فضل ربنا. الفضل يكون ليكم انتوا يا اهلاويه. ودلوقتي تعالوا نتعرف على موضوعات حلقه النهارده. اهلا بالترجي المحترم في دور الثمانيه. تريزيجيه وأوفا ودوري رابطة الأبطال. تصنيف الاتحاد الأفريقي للأندية. عقوبات لجنة الانضباط ستحدد من يدير الاتحاد الأفريقي. فتيات الذهب بطلات السوبر المصري. ومع فقرات الكوميديا السوداء في 100 عقبة، السيراميك زحلق الزمالك بره الكاس. خالد الغندور وجمهور الزمالك الجميل. ودلوقتي مع اولى فقرات حلقتنا النهارده، وهي اهلا بالترجي المحترم في دور الثمانيه في بطوله دوري رابطه الابطال بالتاكيد. بعد مراسم القرعه اللي حصلت امبارح في القاهره في 6 اكتوبر مقر الاتحاد المصري الجديد في 6 اكتوبر، تمت مراسم القرعه الكونفدراليه بطوله الكومبارس. ما مش هنتكلم عنها، هنهتم ببطوله دوري رابطه الابطال، بطوله الاقوياء، بطوله الابطال فعلا. المهم، وقع نادينا العظيم لان هو كان طبعا بيتصدر مجموعته المجموعه الثانيه مع تاني المجموعه الثالثه وهو نادي الترجي التونسي. هو كان قدامنا يا نهضه بركان يا الترجي يا صن داونز. كان نفسي ان احنا ما نقابلش صن داونز لسبب زي ما قلت لكم ان احنا هنلعب مباراه الذهاب في جنوب افريقيا، وكانوا هيصروا ان هم يلعبوها طبعا الظهر واللعيبه صايمه. الحمد لله ربنا كان رفيق يعني بينا جدا، ووقعنا مع فريق يعني عايش نفس اجواءنا. هنلعب مباراه الذهاب في تونس، هنكون في رمضان اكيد هنلعبها بالليل، وكل اللاعبين هيكونوا صايمين سواء لاعبي الترجي او لاعبي الاهلي، فهتلعب بالليل بعد الفطار. طبعا نادي الترجي احنا لينا يعني او نقول ايه لقاءات مع نادي الترجي، وخصوصا في ملعب رادس. يعني لينا حكايات كتير في ملعب رادس. ما اعتقدش ان في اهلاوي ما بيحبش الملعب ده، ما اعتقدش. لعبنا في الملعب ده كتير، حققنا مباريات فوز في مباريات كتير جدا على الملعب ده. فملعب رادس انا بعتبره ملعب الاهلي التاني. المهم برضو في مجموعة ارقام كده بيننا وبين الترجي. مبدئيا احنا اتقابلنا قبل كده في 24 لقاء. اللقاء الجاي ده اللقاء ال 25 ان شاء الله.
المهم، لكن هنتكلم على اللقاءات اللي لعبناها في ملعب رودس. في ملعب رودس لعبنا مع الترجي في تونس 12 مباراة. 12 مباراة. النادي الأهلي حقق الفوز في 6 مباريات. ونادي الترجي التونسي هو النادي الوحيد أو النادي الأكثر الأهلي يفوز عليه على أرضه مع الأسف قبل الزمالك. يعني كسبنا الزمالك على أرضه في بطولات أفريقيا 5 مرات، لكن مع الترجي كسبنا الترجي 6 مرات. تمام؟ الأهلي حقق 6 فوز من ال 12 لقاء، نادي الترجي حقق 4 فوز واتعادلوا في ماتشين. في تونس الأهلي سجل 11 هدف والترجي سجل 9 أهداف. على سبيل التفاؤل كده، آخر 5 لقاءات على ملعب رادس الترجي ما أحرزش في الأهلي أي هدف. آخر 5 لقاءات على ملعب رادس الترجي ما قدرش يحرز في الأهلي هدف واحد. طبعا احنا عارفين ان اسم الترجي في تونس هو باب سويقة. على فكرة الترجي هو قيمته في تونس زي قيمة الأهلي في مصر. يعني تشرفت بلقاء رئيس نادي الترجي قبل كده السيد سليم شيبوب سنة 2004. قال لي بمنتهى الأمانة من بق سليم شيبوب، فبقول له حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي يا أستاذ سليم؟ قال لي أهلاوي طبعا. فبقول له بجد؟ قال لي الأهلي في مصر دولة والترجي في تونس دولة. ما دون الترجي في تونس وما دون الأهلي في مصر لفظ أنا ما أقدرش أقوله، بس بمنتهى الأمانة من بق سليم شيبوب. المهم برضو على سبيل التفاؤل كده، كابتن محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، هو طبعا لاعب الترجي التونسي السابق. لعب قدام الأهلي 4 مباريات، هزم في ال4 مباريات. يعني كابتن محمد علي بن رمضان، فهو دلوقتي مع الأهلي إن شاء الله هيحقق الفوز تاني على الترجي. في مفارقة كده جميلة قوي مع نادي الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري رابطة الأبطال 2021 مع البيتسو موسيماني. احنا كسبنا في تونس 1-0 وكسبنا في مصر 3-0. جينا مع كولر في بطولة 2023 وتقابلنا في نصف النهائي، اتبدلت النتيجة، كسبنا في تونس 3-0 وكسبنا في مصر 1-0. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله في حاله احنا دلوقتي بس عشان نبقى عارفين المواعيد، هنلعب مباراه الذهاب في رادس من 13 ل 15، يعني 13 14 15 مارس، وبعدها باسبوع على طول من 20 او 21 او 22 مباراه العوده في القاهره. بنتمنى بالتاكيد كل التوفيق لنادينا العظيم ان هو يصعد للدور قبل النهائي. هيقابل الفائز من الملعب المالي وصن داونز، وان كنت اتوقع الملعب المالي لانه بيقدم نسخه قويه جدا للبطوله دي، ونادي صن داونز اضعف او اقل بطوله ممكن يقدمها صن داونز في خلال 10 سنين اللي فاتت كانت البطوله دي. يعني احنا مش خايفين ال7 فرق التانيين هم اللي يخافوا يلعبوا الاهلي. الاهلي يلعب اي حد، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن ربنا بطولتنا هنحققها بتوفيق ربنا ان شاء الله وباجتهاد لاعبينا بالتاكيد يا رب ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقره الثانيه في حلقتنا النهارده، وهي تريزيجيه وأوفا ودوري رابطه الابطال. بعد انتهاء مباريات دوري المجموعات على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي، نزل كده هنزل لكم الصوره حالا دلوقتي، فوز تريزيجيه بلقب افضل لاعب في دوري المجموعات. ليه؟ قال لك هو افضل هداف، سجل 5 اهداف في دوري المجموعات. الاكثر تسديدا، سدد 19 تسديده. الاكثر تسديدا على المرمى، يعني مش يعني لعب 19 كوره مش كلهم مع ال3 خشبات، لا في طبعا كرات مش كلها مظبوطه على الجون، لكن المظبوط على الجون بين ال3 خشبات 9 تسديدات في دوري رابطه في دوري المجموعات. الاكثر مساهمه في الاهداف، يعني هو احرز 5 اهداف وعمل اسيست. الافضل بلا منازع في دوري المجموعات هو لاعبنا الجميل تريزيجيه. طب بالنسبه لاوفا، كابتن مصطفى شوبير. كابتن مصطفى شوبير في افريقيا مع الاهلي لعب 18 مباراه في دوري رابطه الابطال. كابتن مصطفى شوبير ما لعبش، هو الاهلي بيلعب في بطوله الكومبارس. الكومبارس دي ليها ناس هم كومبارس، لكن في دوري رابطه الابطال لعب مع الاهلي 18 مباراه. تخيلوا يا اهلاويه 14 مباراه كلين شيت، في رقم يعني غير مسبوق، رقم اعجازي بالتاكيد. 14 مباراه من 18 كلين شيت، دخل مرماه 5 اهداف بس في ال 18 مباراه، لان هو قلنا 14 مباراه كلين شيت. طب تخيلوا مع الاهلي والمنتخب
كابتن اوفا او كابتن مصطفى شوبير لعب 24 مباراه، منهم 19 مباراه كلين شيت، ودخل دخل مرماه 6 اهداف فقط. استمر يا اوفا، انت حارس المستقبل، حارس الحاضر والمستقبل، كتير جدا من الحاضر وان شاء الله كل المستقبل. يا رب يا رب دايما موفق، دايما قوي، دايما بتبعث الطمأنينة لكل مشاهدي وكل شعب الاهلي وهو بيتفرجوا على مباراتنا، وانت بتحرص عرين النادي الاهلي. انت بالتناوب مع كابتن محمد الشناوي، ولكن زي ما قلت قبل كده عدلا المفروض ان انت تلعب مباريات اكتر من كابتن محمد الشناوي. استمر يا اوفا، انت حارس المستقبل، ولدت عملاقا في نادي عملاق. ودلوقتي مع الفقره الثالثه في حلقتنا النهارده، هي تصنيف الاتحاد الافريقي للانديه. في الحقيقه اصدر الاتحاد الافريقي الرانكينج بتاعه او التصنيف للخمس سنين اللي فاتوا. الخمس سنين اللي فاتوا اصدر تصنيف الانديه بتاعته. هنزل لكم التصنيف حالا اهو. طبعا مين اللي هيتصدر التصنيف؟ مين؟ اعظم عظيم في مصر وافريقيا والعالم العربي والشرق الاوسط كله، النادي الاهلي. افخر يا كل اهلاوي. احنا طبعا المركز الاول في التصنيف برصيد 66 نقطه، المركز الثاني صن داونز الجنوب افريقي 58 نقطه، المركز الثالث الترجي الرياضي التونسي الثالث برصيد 53 نقطه، بيراميدز الاسيوطي سابقا الرابع برصيد 48 نقطه، نهضه بركان المغربي الخامس برصيد 47 نقطة، الهلال السوداني السادس برصيد 39 نقطة. أما أكبر قلعة مزيفة شايفينها في المركز الثاني. افخر يا كل أهلاوي بناديك العظيم وبمكانته اللي بتتأكد كل يوم في كل التصنيفات. الله عليك يا أهلي عظيم. ودلوقتي مع الفقرة بعد كده في حلقتنا النهاردة، وهي لما تصدر العقوبات من لجنة الانضباط هنتأكد بما لا يدع مجالا للشك مين اللي بيحكم الاتحاد الافريقي. طبعا احنا شفنا بعد مباراة الاهلي والجيش الملكي المغربي تاني يوم على طول بعد بيان الجيش الملكي، البيان اللي كان جاهز ان يقوم الاتحاد الافريقي بتحويل احداث المباراة للجنة الانضباط تاني يوم، اللي هو في مباراة الجيش الملكي هناك في المغرب. الاهلي والجيش الملكي لما اتحدفت سكينة معجون اتحولت احداث المباراة لجنة الانضباط بعد 5 ايام. الاهلي يعني اتعامل ككبير، وهو الكبير فعلا، وقال لك يعني الاشقاء واللي وتليفونات من فوزي الاقجع اللي ما زالت تبكن ليك مكانه كبيره او احترام كبير يا كابتن او يا استاذ فوزي. شوف انت عملت ايه في مباراه الذهاب وتواصلك مع كابتن محمود الخطيب عشان الاهلي ما يصعدش وما يشتكيش اكتر من كده. جايين دلوقتي ولادك بيعملوا كده، ويلكم، اهلا بيكم. ولكن طبقا لمواد العقوبات او بنود العقوبات في لجنه الانضباط، المفروض اللائحه بتقول ان القاء الزجاجات ده هو يعني هو الواقعه دي مكتوبه كده، القاء زجاجات المياه في الملعب هي غرامه ماليه من 10 ل 20 الف دولار حسب تقرير مراقب المباراه وحكم المباراه، واستخدام الليزر من 10 ل 15 الف دولار. مفيش خالص عقوبات اللعب بدون جمهور او نقل مباريات. طبعا في كتير من الجهابزه اللي عندنا عمالين يولعوا في النار، اهلا بيكم برضه. اصل المفروض ان لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي مش بيحكمها اهواء، ده المفروض بيحكمها قوانين وبنود ولائحه. تمام؟ يعني المفروض ان ماكسيمم العقوبات اللي توقع على الاهلي اذا افترضنا خدنا الحد الاقصى لالقاء الزجاجات 20000 دولار والحد الاقصى لاستخدام الليزر 15 يبقى 35000 دولار. طب هنا حد هيسال، طب ليه في مباراه المغرب الجيش الملكي يعوقب بانه يلعب مباراتين بدون جمهور؟ هنا بقى برضو البند من احد بنود لائحه العقوبات ان انت لو كان في شغب جماهيري قبلها وتم انذارك او في عقوبه معلقه، يعني دلوقتي انت هتاخد خصم ماتشين ولكن يعني العقوبه دي هتبقى معلقه، اذا صدر شغب تاني هتنفذ العقوبه القديمه. تمام؟ الاهلي لم يصدر منه اي شغب من جمهوره في خلال البطوله دي. فانا مش عارف الناس
الناس اللي كراهيتهم للاهلي من الذل اللي بيشوفوه من النادي الاهلي هيموتوا من النادي الاهلي، فعمالين ينفخوا في النار. انسوا. هنشوف. ما زلت بقول ان في لوائح وفي قوانين، لو صدرت اي عقوبات على النادي الاهلي خارج الاطار المالي هيبقى كده في نفوذ قوي جدا 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 للمغرب بيتاكد يوم بعد يوم. اما بالنسبه لممثل مصر في الكاف ده على الله حكايته، هو مبدأه نفسي ثم نفسي ثم نفسي وليذهب الجميع الى الجحيم. المهم انا شوفوا لوزي لقجع بيعمل ايه للمغرب وللانديه المغربيه، وشوفوا الباشا بتاعنا بيعمل ايه، نفسي ثم نفسي ثم نفسي وليذهب الجميع الى الجحيم. لكن الاهلي عمره ان شاء الله بتوفيق ربنا عمره ما هيكون في المكانه دي ابدا ابدا ابدا. وهرجع تاني بعد اللوم الشديد اللي واجهته لاخواتي واصحابي وحبايبي جمهور الاهلي اللي كان في الاستاد، شفتوا حطيتونا في ايه؟ بلاش ده يتكرر تاني يا اعظم جمهور في الدنيا. ودلوقتي مع الفقره بعد كده في حلقتنا النهارده، وهي فتيات الذهب بطلات السوبر المصري. طبعا يخلص الكلام في فريق الكره الطائره للسيدات في النادي الاهلي بعد كم البطولات اللي بيحققوه. هو لقبهم فتيات الذهب ده مش من فراغ، هم يعني اقول ماكينه حصد بطولات. الله عليكم وربنا يحرسكم ويصونكم. واحنا ما بنشبعش، جمهور الاهلي ما بيشبعش، وجمهور الاهلي مش ممكن ينكر تعب حد من ولاده في اي لعبه جماعيه او حتى فرديه. ما دام بتعلي اسم النادي الاهلي هيفضل جمهور الاهلي يردد اسمك ويشكرك ويحفزك للمزيد من البطولات. فريق انسات النادي الاهلي ده اللي اتخذ منه عنوه 6 لاعبات، وهو الفريق اللي في الملعب بيبقى 6، اتخذ منهم 4 لاعبات، وبعد كده خدوا مريم مصطفى، وتاني سنه خدوا شروق فؤاد، ورفعوا عقودهم. كان اكبر عقد لاعيبه كره طايره كان 300,000، خدهم نادي الزمالك واتعمل لهم عقود ب1.25 مليون. طبعا هم ما خدوش فلوسهم، و3 منهم مشيوا من النادي والباقي بيدور على فلوسه. المهم فريق البطلات او فتيات الذهب حققوا كاس السوبر بعد يعني هو بتبقى دوره رباعيه، الاهلي سبورتنج وادي دجله الزمالك. الاهلي حقق الفوز على ال3 فرق، كسب وادي دجله 3-2، كسب سبورتنج 3-0، كسب الزمالك 3-1 ليحصد بطوله السوبر المصري. وعلى هامش الحديث كده سبورتنج كمان كسب الزمالك 3-0 ليصل اجمالي ما حققه كل فرق الاهلي الجماعيه هذا العام 12 بطوله. السنه دي بس 12 بطوله. هرم الرياضه الحي في مصر محقق في كل الالعاب 12 بطوله. طب بالنسبه لاكبر قلعه مزيفه وهميه محققه كام؟ 0. هو ما يليق بيهم 0، لم يحققوا بطوله واحده، لكن هم في اللب هم ابطال العالم كله، ولكن على ارض الواقع 0. ودلوقتي مع فقرات الكوميديا السوداء في 100 عقبه، وهنبتديها بفقره جميله. السيراميك زحلق الزمالك بره الكاس. في الحلقه اتفرج على المباراه امبارح. انا كنت عايز اشير الحلقه بتاعتنا امبارح بعد القرعه يبقى بالليل حتى لو هنغير ميعادها شويه، ولكن الباشمهندس الديزاينر الجميل اللي بيعمل لي الغلاف بتاع الحلقه قال لي ما تخليها يا عم اخر شويه عشان نفرح بماتش سيراميكا ونادي الزمالك. قلت له يا ابني سيراميكا ما كسبش الزمالك نهائي. قال لي هيكسب النهارده. قلت له ربنا يديني تفاؤلك يا باشمهندس صالح. وفعلا بالليل بعد الماتش ما خلص على طول كلمني. قد ايه احنا طبعا كلنا كاهلاويه بنوجه خالص التهنئه لنادي سيراميكا كليوباترا الشقيق، النادي اللي بيرتبط بعلاقه وثيقه وجيده جدا 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 مع اداره النادي الاهلي. فانت نادي شقيق، اي فوز بتحققه اكيد الشعب الاهلي بيهنيكم، خصوصا كمان لما تفوزوا على نادي الزمالك. فوز بيبقى ليه طعم كبير، وفوز امبارح عن استحقاق كامل. لما يوصل في مباراه بين سيراميكا والزمالك تبقى نسبه الاستحواذ لسيراميكا 64% ونادي الزمالك 36%، ده يدي لك صوره عن احداث اللقاء. يعني كل اللي اتفرج على الماتش يعني سيراميكا المفروض الماتش ده كان يخلص 4 و5 و6 كمان. انا مش عارف كم الفرص اللي ضيعوه نادي سيراميكا كليوباترا. اللعيبه بترقص في ال6 ياردة، اللعيبه عايزه تخش بالكوره الجول.
ولكن نشكر ربنا في الاخر 2-1 زي 5-1 يعني. حتى الواحد اللي جابوه خطأ قاتل يعني. محمد بسام ده اللي بيعمل لنا فيها اقول ايه يعني، يشين في ماتشات الاهلي، يجي في ماتشات الزمالك لازم يعني يعمل جرم، ما يبقاش خطأ، لازم يعمل جرم يعني اتفرجوا على الجون اللي احرزه الزمالك امبارح في الدقيقه الاولى من الوقت الضايع في الشوط الاولاني. ايه ده؟ ايه السذاجه دي؟ الحمد لله، الف مبروك للنادي سيراميكا كليوباترا، زحلقوا نادي الزمالك بره الكاس. في الحقيقه في حاجه كده حصلت في الماتش، مش عارف طبعا ما حدش يقف عندها في الاعلام. حضراتكم شفتوا الخناقه الجميله اللي كانت بين حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد. شايفين الصوره اهي بتهيألي. طبعا ما حدش اتكلم عنها خالص. طبعا حسام عبد المجيد هو عبد الله السعيد تهم ان هو كان السبب في الهدف الاول، وكمان تسبب في ضربه جزاء اللي هي ضاعت الحمد لله عشان ما تحججوش ليه. اللي كل الحكام القدامى اكدوا صحه ضربه الجزاء. تمام؟ مش هنتكلم بقى ان الماتش ده كان المفروض يتلعب من امتى وتاجل، وفرق وصلت قبل النهائي ولسه الزمالك بيلعب دور ال 16 كان بيتكلم عنه قبل كده. كل منتمي ل 100 عقبه يقول لك الناس وصلت النهائي والاهلي لسه بيلعب دور ال 16 او بيتكرر الموقف، لكن كلكم جمال خالص. المهم شايفين الخناقه طبعا. لكن انا بقى بيعجبني بعد هزيمه نادي الزمالك اللي بتتكرر كتير الحمد لله طبعا، تشوفوا بعد كده كل منتمي ل 100 عقبه بيقول ايه. طبعا بالنسبه للخناقه مفيش حد يتكلم، لكن امام عاشور بنتكلم عنه صبح وظهر وليل، لكن 2 لعيبه هيضربوا بعض في الملعب ما علينا، كفايه احنا شايفين واحنا اللي بننظر براحتنا. شوفوا بقى المنتمين ل 100 عقبه بيقولوا ايه بعد الماتش. هيثم فاروق قال ايه؟ فخور بلاعبي الزمالك والجهاز الفني. افخر يا حبيبي، افخر زي ما انت عايز، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الرابطه وفي اتحاد الكوره وفي التحكيم، لان ده انتحار كروي. ده انتحار كروي عشان تلعب 3 ماتشات المسافات البينيه بينهم 3 ايام. لكن لما يطلع رئيس ناديك حسين لبيب في دوري 2021 2022 تصريح بالفيديو موجود على اليوتيوب لغايه النهارده، ويقول ان انا اتفقت مع احمد مجاهد على ضغط مباريات النادي الاهلي ان هو يلعب مجموعه من المباريات في فتره قليله عشان يخسر نقاط. بتتقال كده. ده ما كانش فيه حسبنا الله ونعم الوكيل. كان ده حلو ساعتها، ده كان العدل عشان نلعب 8 ماتشات في 28 يوم. وارجعوا للجدول الشيطاني اللي كان معمول في 2021 و22. ده رئيس نادي الزمالك هو اللي صرح بيه. ارجعوا 8 مباريات في 28 يوم، ده كان عدل. لكن الزمالك عشان يلعب 3 ماتشات في مسافات بينيه 3 ايام، لا 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 كده انتوا كل لك الله يا زمالك. والله العظيم لك الله يا كل من بيقابل كلام كل منتمي ل 100 عقبه. سيبنا من هيثم فاروق، تعالوا بقى على قناه النادي الرسميه. شوفوا بيقولوا ايه. السيد ماركو مراد قال ايه؟ بقول لجماهير الزمالك كويس اننا خرجنا من الكاس. طب يا سيدي كويس، طب كويس ان الفريق عمل لكم حاجات شفتوها كويس. كويس ان احنا خرجنا من الكاس ونركز في الدوري، اسم الله. ونركز في الدوري والكونفدراليه عشان ضغط المباريات. يعني الكاس كان هيضغطنا بالاضافه الى ان افريقيا والدوري، بالاضافه الى افريقيا والدوري، والاثنين دول اهم من كاس مصر. طب يا حبيبي زي ما خرجت من الكاس ان شاء الله هتخرج من بطوله الكومبارس، وان شاء الله الدوري مش بتاعكم انتوا، الدوري ده تنسوه. كلمه اخيره في الفقره دي، صدقوني يعني دايما الزمالك ما بيعانيش غير مع العداله. طول ما في عداله الزمالك هيعاني. طول ما بتقول له قابل نفس الظروف اللي بيقابلها غيرك هعاني. لكن لازم تتعمل له حاجات كده، يعني لازم تبقى دي لنادي الزمالك بس. يختار اللعيبه، يختار الحكام اللي عايزها، يختار التوقيتات اللي عايزها. لكن لما نقول له التزم باللي التزم بيه غيرك لازم هيعاني ولازم هيقع، وهتشوفوا ده في اللي جاي ان شاء الله. واتمنى لهم الاسوأ والاسوأ دائما. ودلوقتي مع اخر فقرات حلقتنا النهارده، وهي خالد الغندور وجمهور الزمالك الجميل. سامحوني. طبعا بعد مع الاسف بطول ماتش الاهلي والجيش الملكي وتصرفات جمهور الاهلي والقاء الزجاجات في الملعب، خرج علينا السيد خالد الغندور بيتباهى ويتغنى بجمال جمهور الزمالك. لا، جمهور الزمالك عمره ما يعمل كده، وجمهور الزمالك قد ايه جميل. وجمهور الزمالك
اللي فيه كتير منه اخواتنا واصحابنا وحبايبنا على راسنا، لكن مش انت يا خالد يا غندور اللي تنظر على جمهور الاهلي. لازم الاول قبل ما نشوف قبل ما نناقش كلامك، ده خالد الغندور يا جمهور الاهلي وهو لاعب، شايفين نازل الملعب ازاي؟ عفوا بالشبشب، نازل الملعب بالشبشب بيتخانق مع حكام الماتش. الماتش ده انا كنت في الملعب صدقوني، كنت في الاستاد، كان ماتش الاهلي والزمالك، بيتخانق مع الحكم. طبعا ما سمعناش، لكن سمعنا بعد كده بقى خلاص لما بقى يوتيوب وكل الاحداث القديمه عرفنا نتفرج عليها. هاتوها من على اليوتيوب وشوفوا كان بيقول ايه للحكام. ده اللي بينصح وده اللي بينظر. اما بقى بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، اتفرجوا. هستعير ده زي ما قلت، هستعير كلمه المعلق الجميل حبيبنا المكنه طلعت قماش كابتن ايمن الكاشف، الصوره ب1000 كلمه. ادي جمهور الزمالك في مجموعه صور متتابعه، اتفرجوا عليها وانا هسكت. وحش الجمهور اللي بيرمي ازاز في الملعب، لكن الجمهور اللي ينزل الملعب نفسه يبقى جمهور جميل. كله فاكر ان جمهور الزمالك نزل الملعب بس في ماتش الافريقي التونسي في 2011، لا ده نزل من 94 في ماتش الترجي هنا في نهائي بطوله دوري ابطال الابطال 94 في ماتش الذهاب هنا، وخلص الماتش 0-0، ودي كانت تاني واقعه. كان اول جمهور علم الجمهور ينزل الملعب. حصلت بعدها في المحله والامن قدر يسيطر على الموقف، وحصلت بعدها مجزره بورسعيد. ادي الجمهور الجميل اللي حضرتك بتتغنى بيه وبافعاله وبسلوكه. ايه رايك؟ ايه رايكم يا اهلاويه؟ ادي صور الجمهور الجميل. وارجع تاني واقول لجمهور الاهلي، اخواتنا واصحابنا وحبايبنا، شايفين خليتوا مين يتكلم عليكم؟ رجاء ان ده يكون درس، ما يتكررش منا الافعال دي تاني، حتى اللي لا يساء لينا. ما بحبش الكلمه دي بس مضطر اقولها، حتى لا يساء لينا من اللي يسوى واللي ما يسواش. طبعا كل الناس في نظرنا تسوى، ولكن هو المعنى الدارج كده. فرجاء يا جمهور الاهلي، خدنا درس، ارجو واتمنى ان ده ما يتكررش تاني يا رب. وبكده يا اهلاويه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، حلقه يوم الثلاث المرحله ليوم الاربع بسبب الاحداث الجاريه امبارح، القرعه ومباريات كاس مصر. وكمان برضو بقول لكم ان حلقه بكره الخميس هنخليها الجمعه عشان نتابع احداث مباراه الاهلي والجونه. اتمنى من كل قلبي ان الحلقه تنال احترامكم قبل ما تنال اعجابكم. اتمنى من قلبي يا رب. لو ده حصل محدش يبخل علينا باللايك. اللي اتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناه اتمنى انه يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصلوا اشعارات الحلقه بتاعتنا في مواعيدها الطبيعيه، حد وثلاث وخميس الساعه 5 مساء. اتمنى من كل قلبي برضو ان انتوا تشيروها لنا على كل منصاتكم الرسميه علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الاهلاويه. وقناتنا المتواضعه دي كبسوله العمده يا رب ان شاء الله تكبر وتكبر بعد فضل ربنا. الفضل يكون ليكم انتوا يا اهلاويه. كنت سعيد جدا بالتواصل معاكم. اتمنى اشوفكم في حلقه يوم الجمعه، تكونوا جميعا يا رب من اهل الدنيا، وربنا يمتعكم بالصحه والعافيه. يا اعظم جمهور في الدنيا، اعظم جمهور في الدنيا لاعظم نادي في الكون، هرم مصر الشامخ والاوحد في الرياضه، النادي الاهلي العظيم. سلام. كان معاكم عماد سعد، كبسوله العمده. سلام.